حاجة تانية يا شيخنا، اتفضلي. صورة من صور الإيذاء، وهي إيذاء الزوج لزوجته أو الخيانة الزوجية. ويمكن أنا يعني اتكلمت في الموضوع ده بالذات، لأني أنا شايفة هم بيفكروا إن الخيانة الزوجية يا شيخنا اللي هي خيانة الفراش. تمام. أنا شايفة إن مش خيانة الفراش هي الخيانة، وانا شايف والله زي ما حضرتك شايفه خيانة تماما. المشاعر، نعم. خيانة الأسلوب نفسه مع الزوجة. ما هو ده، نعم. ما هي دي كلها صور من صور الإيذاء. نعم. إن أنا مثلا في عقر داري ابتدي ان انا اشتم زوجتي واهينها نعم. وما اعملش اولادي كويس، نعم. وفي حين ان انا بره بتعامل مع الناس كلها فرفوش حلو ونعنوش جدا، لدرجه ان يقول لك ده جوزك مش عارفه ايه، ده جوزك آية من الآيات. ملاك طائر. فده كله احنا برضو ايه، ما هي صور في الحياه نعم. اليوميه وفي في حياتنا كلنا كمجتمع. وعلى فكرة ده من اخطر الحاجات اللي ادت لكثير من الخيانات الزوجية، اللي هو ايه؟ سواء راجل او ست، انا بتجمل قدام زميلتي في الشغل، يعني جارتي ايا كان، بتجمل. شيء طبيعي. احنا اصل في فرق بين ان احنا قاعدين مع بعض ساعه وماشيين، قاعدين مع بعض 5 6 ساعات وماشيين، وفي فرق بين ان احنا بيننا وبين بعض، احنا قاعدين مع بعض اكلين شاربين نايمين، في بيننا عيال، في بيننا هات وخد، في بيننا فلوس، في بيننا مصاريف كذا. واخده بال حضرتك؟ فانا بحيي حضرتك فعلا. مساله الخيانه ليست مرتبطه بالفراش فقط، بل خيانه مشاعر، خيانه علاقات. الواحد يبقى، انا رحت مره المهم، فكان حالة طلاق يعني. طيب ايه سبب الطلاق؟ لا طلق. طب يا اخوانا ايه سبب الطلاق؟ ما احنا يعني نفهم، يمكن مفيش ربنا سبب، يجعلنا مفيش سبب. لا ده سبب وسبب قوي. اه هقول اه اه لحضرتك حالا. المهم الزوجة بحق جميلة شابة، على وش ولادة، تمام، ومعاها طفلة بسم الله ما شاء الله أمور. طب يا سيدي ايه سبب الطلاق؟ طيب ليه؟ المهم الزوج لسه راجع من شغله، تمام، الزوجة تمام كويسة، تعالى اتعشى معانا، قال لها لا عندي مغص وداخل اريح شويه، تمام. المهم يعني الزوجة هي اللي بتحكي قدام المأذون اللي حصل؟ لا والدها. والدها اللي بيحكي اللي حصل قدام المأذون. ما هو هي الموقف اللي جاي صعب انها تحكيه يعني، فوالدها هو يعني تولى الحديث عنها يعني. وطبعا قاعد الزوج والزوجه قاعدين، واقارب الزوج واقارب الزوجه. طيب المهم فدخل الأوضة، تمام. فبعد شويتين دخلت عليه، لقيته في وضع لا يليق، في محادثة، يعني عايز أقول كده بالبلدي محادثة جنسية مع حد مع حد تاني على اللابتوب. فهي ما قبلتش فهي طبعا حاجة، لا، ده هي زي جالها هستيريا، صرخت طبعا بكل ما أوتيت من قوة. المهم أنا كان سؤالي له، قلت له هل هي مقصرة معاك في حاجة زي كده؟ قال لي لا. ودي كانت الكارثة. طب لما هي مقصرة معاك، مش مقصرة معاك، ايه اللي يخليك انت تلجأ لحاجة زي كده، وعندك حلال ربنا، وعندك يعني إنسانة كويسة وتمام وفيها كل المواصفات اللي انت عايزها، ايه اللي يخليك تلجأ لحاجة زي كده؟ فأنا بحيي حضرتك فعلا. مسألة الخيانة ليست في الفراش فقط، أيوة بل فعلا. في المشاعر، في العلاقات، في ان انا بتودد واتلطف مع الاخرين، وفي البيت ضارب بوز او عامل ل 111 ما زي ما هي دي بيقولوا. صورة من صور الخيانة فعلا. طبعا.